مريم أبو دقة الصحفية الفلسطينية لم تكن فقط عينا للعالم، بل كانت صوت غزة في قلب العاصفة. مريم التي حملت الكاميرا مثل سلاح وكأنها تعلم أن الحقيقة أغلى من حياتها، تركت طفلها، تركت كل شيء لتوثق ألمنا، جراحنا، تاريخنا الملطخ بالدم. كانت تعمل على فكرة مع الاندبندنت البريطانية، تلك الوكالة التي لم تكلف نفسها أن ترفع صوتها ضد نتنياهو القاتل الذي قتل بالأخير موظفة من موظفات الاندبندنت. بريطانيا عجوز الشياطين التي لا تملك وأعطت فلسطين للمتوحش التلمودي. تجاهلوا ما فعل الاحتلال بمريم، بمئات الصحفيين، بالرجال الذين يركضون نحو الموت لإنقاذ الجرحى. مريم في عيد ميلاد والدها فاجأته بأن منحت له الحياة حينما كانت هي مريم تعيش تحت تهديد الموت. أهدته الكلية لتنقذ حياته. لكن من تبرع لفلسطين؟ من أعطى هذا الوطن الطيب الذي أغرقوه بالدم؟ لا أحد، فقط مريم وزينبيات وخنسوات فلسطين، فقط الطهارة الفلسطينية. ثم جاء الاحتلال واغتالها مع زملائها، قتلوا الكاميرا، قتلوا العدسة، لكنهم لم يقتلوا الكلمة. مريم قد تكون رحلت، لكن صورها ستظل صورتها في وجوهنا، في دمائنا، في كل صورة نرفعها للعالم ليشهد على ظلمه هذا العالم الرديء. مريم لن ننسى، لن نغفر. حياتك كانت أكبر من كاميرا، أكبر من حادثة، كانت شهادة للعالم الذي لن يسمع إلا إذا كنا أمواتا، بينما نصرخ في صمتنا. ومع كل دمعة، مع كل فلاش، مع كل كلمة سيظل هناك شيء واحد: فلسطين إن شاء الله في القلب، وأنت في الذاكرة. سنصرخ حتى لو أطبقوا على أفواهنا، فصوت الحق لا يسكت، والشهداء لا يموتون أبدا.